من البحيرة لها منظر آخر، كأنما أنت بغير مكان. إنه البحيرة لونها هيجي يجنن، له أخضر له أزرق، لون خيالي. الموقع اللي راح نبات بيه طبعا طبقنا السيارة، المكان يعجز عن التوصيف والله، في الشي في المكان خيالي. ايش قد صعدنا؟ يمكن 700 800 متر، يجوز اكثر، يجوز صعدنا حتى 1000 متر. الهدوء اللي هنا في الشي خيالي. هنا اليوم راح نخيم. من بلشت ايام كورونا صارت هواي عالم هنا، خاصة بالنمسا وباوروبا، تعرفون بسبب الفنادق ممنوع الواحد يروح للفندق، وبسبب الحظر والامور والكمامة ويعني الفحوصات والسوالف، فالعالم قامت تفكر باشياء. اكثر شغلة اللي بلشوا بيها العالم قاموا يطلعون يخيمون باماكن، لان من تخيم ما حدا له علاقة به اصلا. اذا اماكن مثلا تكون بيها مال مزارعين، اخترعوا برنامج، مو اخترعوا شنو يعني، سووا برنامج. البرنامج هذا شنو هو؟ انظر الى القرية وانظر الى المزارعين. فهسه هذا المكان اللي احنا جايين بيه المنظر يعني صعدنا ما ادري ايش قد، يعني صعدنا يمكن 1000 متر والله. المهم هذا المكان مزارعين موجودين هنا، عندهم اغنام، عندهم ابقار. فهسه احنا جينا هنا، هذا المكان اللي طبقنا به من حقنا نخيم به طبعا ببلاش، ما يردون فلوس من عندنا، وموفرين لك كهرباء، موفرين لك كرمون تواليتات. مطلوب انه انت تشتري من عندهم. هم عندهم حيوانات مثلا، عندهم لحوم مال ابقار، مال اغنام، خنازير، يعني عندهم هواي شغلات، دجاج، بيض، ما اعرف هالشغلات هاي موجوده توفرها. يقول لك لو تشتري من عندنا واحنا راح شلون اقول لك تفيدنا انت بهذا الشيء، لان تعرفون قمه جبال ما اعرف وين قمه جبال، يعني مبيعاتهم هنا ما تكون هذيك المبيعات القويه. فلهذا السبب يعني يكيفون اذا احد يجي هنا زائدا يشتري من عندهم شغله. بس احنا طبقنا سيارة ورايحين نشتري من عندهم اللحوم مال غنم. يمكن عندهم كنا نشتري لحم حتى اليوم لليل شوية نشوي. يعني احنا ساعدنا ساعة ب8 ب7:30 8 يمكن. راح اشوفكم هاي الابقار الاغنام وين بالجبل صايرات، تشوفوهم قمة الجبل. وهذا المكان هذا بيت مال الاغنام والابقار مالتهم. المنظر فشي واو، الهدوء فشي راقي هنا، هذا احلى شي والله. يعني قمت احب هاي الشغلات مال الخيم، خاصة من تروح المكان جبل تبعد عن العالم والضجيج والهوسة والشوارع شوفوا هذا هم عايشين هنا، تخيلوا هالمسافة هاي شلون عايشين بمكان يعني تحس بغير كوكب. هاي هسه رحنا جبنا من عندهم لحم مال غنم، لحم مثروم، طبعا راح نسوي باكر مخلمة، وجبنا من عندهم بيض باكر الصبح، او جزء هسه من نسوي. يا الله المنظر، يا الله. طبعا المنظر بالكاميرا والله ما يبين، اقول لكم يجوز بس 10% و20% يبين الخيال اللي جاي اشوفه، الشغلات الجميله جاي نعيشها. بس نوصلكم اللي نبي. كان بيس الاسمي هنا بوس السالفه تكون بالطبيعه، في اكل له ذوقا اخر او طعما اخر. والله كانكم يعني المطر مو طبيعي، يمكن طول تقريبا ساعة ساعة ونص. كنا راح نغرق. هسه الجو فد بارد، برودة شي خيالي، برودة الصيف. تعرفون برودة الصيف شلون الصيف شي لذيذ، يعني شي لذيذ لذيذ. شلون اجواء، صوت البلابل دا تشوفون، بس شوية يصير ذيك النهار صوت البلابل والعصافير والاصوات هاي الجميلة. شي شوفوا هذا المنظر، منظر شي خيالي وممتع. المهم هسه خلينا نشد الرحال. الاجواء هاي الجميلة نروح بحيرة اسمها البحيرة الخضراء، ويجي سفرة سياحة للنمسا ما يروح البحيرة الخضراء عمره خسارة. تحضر القرابة سوي الريوق الزين على هذا الجو الحلو والخرافي، من عدها ننطلق إلى البحيرة الخضراء. كان المبيت مالتنا جاي تشوفون الخيمة هاي تتطبق بسهولة. بس وقت الفطور خلينا نسوي الفطور. بالضبط هذا المكان اللي كنا نايمين فيه هذاك هناك، تشوفون منظر خيالي. احنا هسه جاي نمشي، مرينا من هذا المنظر الخيالي. تخيلوا هاي المقبرة، منظر ماكو وصف له والله ماكو. حضرنا الجنطة، خلينا بيها شوية شغلات يعني
كلها هنا لين راح نصعد فوق. تشوفون هذا الجبل نصعد فوق، اكو هاي البحيره اللي قلنا عليها البحيره الخضراء. راح نصعد بالله. ليش اسمها البحيره الخضراء؟ معقوله انه بحيره هيجي خضراء حتسحوا لها البحيره الخضراء؟ المهم طريق تقريبا 18 دقيقة، نسد شويلاتنا ونصعد اللي فوق ونقعدنا قعدة حلوة هناك. سوينا لفات على البحيرة الجميلة، مزمز باللفات مالتنا. طبعا احنا كنا ناويين نروح نسبح صراحة، بس للأسف الجو مغيم على حلو على شمس. هاي الجبال جاي تشوفوها كلها، هاي كلها من تصير بالشتاء الثلج. الماي مال البحيرة كلها من عندها من يموع الثلج وينزل، والماي يقولون بارد. لو تجي بعز الصيف همينه كلش صعب تسبح. فهسه على هذا الجو حاليا درجة حرارة يمكن 18 او 19، فقلنا مستحيل نقدر نسبح على هالجو هذا. احتمال نجيها يعني قريبين احنا كلش، راح نخيم بمكان كلش قريب من هنا، فنجيها غير مرة يعني. احتمال باكر او عقبه راح نرجع مرة ثانية لان كلش قافل اريد اسبح وانزل بالماء. للاسف هاي الطبيعه الحلوه جاي تشوفون منظر خرافي والله. قضينا فد نعمه موجود بالطبيعه شيء خيالي. طبعا هسه قرينا كانوا حاطين قطعه ممنوع تسبح، ممنوع تغوص هنا. مع العلم شايف فيديوهات عن صور اكو عالم اكيد غير قانوني يعني سابحين وغاطين همينه. ممنوع تخيم هنا، ممنوع تشوي، ممنوع ما اعرف شنو. يعني تجي هنا شلون خلص. هاي البحيرة الخضراء 2014 اخذت من احلى الاماكن بالنمسا. اهل المسؤولين على هذا المكان خلينا نقول البلدية ما عجبوا الوضع. قالوا انه مرة يدحنا مرة لو ندخل هيك المسابقات لان كانوا يجون هواي عالم ويجون طبعا هواي سواح. عالم قامت ترفض هذا الشيء. ليش؟ قالوا لان كل ما جاي يجون سواح اكثر كل ما جاي يخربون المكان، واكو شغلات دمر المكان بيها. يعني مثلا العالم تجي هواي تاكل هواي، مثلا هنا يشمرون الزباله، هنا يطبون يسبحون، كل هذه السوالف هاي ما مسموحه بيها. طبعا هي هاي واحده من الاماكن. قلت لكم اكو هواي اماكن بالنمسا، انه همينه صارت هي افضل الاماكن او احلى الاماكن بالنمسا او حتى يجوز بالعالم. بس سووا اهل البلديات والمناطق قالوا بعد ما نريد ندخل هيك مسابقات او غيري. قالوا لين هيك مسابقات جاي يجيب لنا هواي سواح، واحنا خلينا نقول او المكان ما متحضر الهيجي زحمه. فتخيلوا المكان او المنطقه اللي انت قاعد بيها تاخذ افضل مكان واحلى مكان ببلدك، واهل المنطقه يرفضون يقول لا بعد ما ندخل هيك مسابقات وما نريد احد يجينا. شغلات غريبه في بعض الاحيان. الزاويه جاي نوصل لها يعني كل زاويه من البحيره لها منظر اخر، كانما انت بغير مكان. فد اجواء خياليه يعني. كل زاويه انه الجبل مثلا هسه هاي الزاويه جاي يشوفوها ويا الجبل لها منظر اخر. الزاويه اللي قبل شوي كنت يمها يعني فد شي فد جو خرافي، فد منظر خيالي. سبحان الخالق سبحان الخالق على هاي الجبال الدائر مدائرها والاشجار هاي والطبيعه الخلابه هاي. هذا الطريق اللي يجي من عند الماي من الجبل يموع الثلج مال الشتاء كله. المسار مالته هاي الجبال هاي دائر مدارنا كلها جبال، كلها جبال يموع الثلج وينزل من عند هذا الماي. البرودة اللي موجود بالماي الا في شيء خيالي. سبب اللي الماي هذا هيجي اخضر طبعا اكو بعض الاسباب مو بس سبب واحد، هو اللي هو الطحالب اللي موجودة. طحالب اكو الوان بيها يعني لا هو اخضر ولا هو اصفر، نوعين من طحالب، صفار على خضار او اصفر واخضر. واكو يقولون بسبب الشمس يعني طبعا هاي اللي مذكور عنه انه بسبب الشمس الضوء اللي تجي من الشمس او من النهار يقولون يطلع الحمار اللي موجود على البحيره ويبقى بس الصفار والخضار. لهذا السبب هذا لونه يكون. وبسبب اكو نوع من الاحجار همينه تجي من الجبل يعني ينزل من الجبل ويكون موجود همينه بالبحيره. يعني اكو اكثر من سبب مذكور انه البحيره لونها هيجي يجنن، له اخضر له ازرق، لون خيالي. جاي يشوفون مثلا هنا جاي يشوفون هذا الزراق هنا على زراق على خضار، هذا يقولون بسبب الاحجار اللي موجوده، وهذا الخضار بسبب الطحالب اللي موجود.
شفت الاجواء طبعا. سبحان الخالق شلون متكون كل هذا الشيء، كل هذا الجمال، اذا من الجبال من البحيره، يعني اشياء كلها جميله. سبحان الخالق وخلاص، يعني اللي ماكو وصف صراحه، اللي شغلات حلوه ماكو وصف. المهم ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو وبهذا الفلوج. طبعا رحلتنا مطوله، رحلتي راح تظل راح نظل نفتر تقريبا 5 مناطق او 5 مدن بالنمسا، يجوز لنا تقريبا 3 محافظات او محافظتين. فالمناطق كلش حلوه وكلش جميله، راح نظل نستمتع بيها، وراح تشوفون الفيديوهات ان شاء الله الجايه راح تستمتعون بيها. راح اراويكم طبيعه النمسا الخلابه، لانه صراحه فكرت اني انه اسافر المكان ببحر، قلت لا انا صار لي هواي بالنمسا واكو هواي مناطق حلوه عجبتني، كل مره اقول اروح لها وما جاي اروح لها، قلت خليني اشوفها. طبعا اسوي لكم فلوجات وتعيشون هاي الاجواء اللي جاي اعيشها اني. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، اللي ما مشترك بالقناه اشترك بالقناه، وانتظرني بفلوجات جديده فيديوهات جديده، واقول لكم في امان الله وانتظروني بالفيديو الجاي.